بص، هو مفيش حل غير كده. استنى يا مجنون، مجنون، ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت مين وايه اللي خلاكي تعملي كده اصلا؟ هو ده كل اللي همك؟ ايه اللي خلاني اعمل كده؟ انت ايه اللي خلاك اصلا تفكر في حاجه زي دي؟ انا خلاص زهقت من الدنيا واللي فيها. انا ما عادش قادر على عيشتها خالص. الدنيا بقت صعبه. ما عادش معايا فلوس ولا عاد معايا اي حاجه ولا لاقي شغل. وبعدين حبيبتي سابتني عشان ما معيش فلوس، والدنيا صعبه معايا، وراحت للي احسن مني اللي معاه فلوس. عايزاني اعمل في نفسي ايه؟ انت طلعت لي منين بس؟ طلعت لك منين؟ انا ربنا حطني في طريقك عشان خاطر بس مش عايزك تموت كافر، عشان ربنا بيحبك. عارف لو ربنا مش بيحبك كان يسر لك الامر. ربنا مش محتاجك، انت اللي محتاجه. بس من الواضح كل اللي انت قلته ده ان الدنيا هي اللي في قلبك وهي اكبر همك. مفيش حاجه قدامك وقصادك غير عشان خاطر الفلوس والبنت اللي انت بتحبها ومشاكل الدنيا. ومن الواضح ان كل حاجه هماك هي دنيتك مش اخرتك، بدليل انك اخترت اضعف حاجه وبكل سهوله على فكره ممكن تحصل. وانت ايه عرفك ان انت لما تحط نفسك قدام عربيه هتموت؟ ما يمكن تتكسر وتنام على سريرك ومحدش يعبرك، ووقتها هتبقى خسرت كل حاجه، صحتك ودينك وكل اللي حواليك، لان كل اللي حواليك هيشوفوك ان انت ضعيف. طلع الدنيا من جوه قلبك عشان تعرف تتعامل. ما تبدلش الاخره بالدنيا عشان خاطر تموت كافر في الاخر. وحط في بالك لو ربنا اخد منك حاجه كنت فاكر ان مستحيل انها تضيع منك، هيديك حاجه مستحيل ان انت تفكر في يوم من الايام انها تبقى معاك. فهمت؟ عرفت ليه انا بقول لك الكلام ده؟ وعلى فكره كل حاجه في الدنيا دي اسباب، وطالما انا ظهرت في طريقك وعملت ده ليك فربنا رايد يديك فرصه جديده. قرب ليه وشوف طريقه احسن من طريق الدنيا، عشان طريقه هو اللي هيفتح لك كل حاجه. وحبيبتك اللي سابتك ربنا هيوعدك باللي احسن منها، اللي شايفاك شخصك مش شايفه فلوسك. والفلوس اللي انت مش لاقيها ربنا هيسخرها لك تحت رجلك يوم ما تفكر في رب العالمين ده حلال وده حرام. ولو في اي مشاكل تانية ارميها ورا ظهرك، وافتكر انك ليك رب كريم مش محتاج منك حاجه غير انك تؤمن بيه بس، رب المستحيل. وهعيدها لك تاني، الحاجه اللي ضاعت منك ومفكر انها عمرها ما كانت هتضيع ربنا هيرزقك بحاجه عمرك في حياتك ما كنت هتفكر انك تملكها. بس مفيش بس بقى بعد كل ده. فهمت؟ انت عندك حق في كل كلمه قلتيها، وانا لازما اشوف مصلحتي واعيش دنيتي، وان شاء الله ربنا يكرمني باللي احسن منها ان شاء الله، لان هي كانت فعلا بتدور على فلوس. وربنا هيجمعني بيك في يوم من الايام وانت حاجه كويسه جدا، طالما ربنا خليني سبب انك ما تموتش كافر. سلام.